السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مقطع جديد. أنا حلبت موضوع يوم في حياتي في الإجازة، يوم في حياتي كطالب، يوم في حياتي يوم في حياتي كصالح. يعني بجيب شيء منفرد. اليوم بوريكم حياتي من داخل الستار على ما قال. شوفوا حركة تطفي الإضاءة. أليكسا كلوز ذا لامب. أليكسا شغل اللمبة. أليكسا قوي اللمبة. بوريكم شيء جميل لذيذ. ضيوف على قناتنا، قناة صالح القرني. معاكم أخوكم ذهين كيف حالك؟ أتمنى تطلع يدينك تسلم عليهم. الضيف الثاني هو ذهينة، حياكم الله. هذا من أي ذهينة، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ هذول الضيوف على القناة إن شاء الله بنورونا الفترة القادمة وبيكبرون معنا. يوم شريتها يقول لي عمرها تصل إلى 3 سنوات. يا الله، 3 سنوات تقعد معنا هذه، والله عمر. لكن بعطيكم معلومة، إذا مسكت السلاحف المائية لازم تروح تغسل لأن فيها سالمونيلا. الربع المفروض إني أطلع المشعل الآن، لكن للآن ما جهزت. فوش نسوي؟ غط أي طقم غريب بالبشت الزين ذا وامشي. من أهم الفقرات قبل لا أطلع اختيار العطر. عود باتشلي من إبراهيم القرشي. بينتشر العطر، عطر يا مال الشحم كمومك. عشان تعرف إنك صانع محتوى ناجح لازم تكون مكانك كذا غير مرتب، يعني من التفكير كذا ورامي. يا مشعل اصبر، يا مشعل اصبر. والنظار راميها كذا وقهوة على الجنب، عرفتوا؟ لا بكى الدخان، لا بكى الدخان لا. عموما يا مشعل اصبر، يا مشعل. اليوم بنختبر اخلاق مشعل يا ولدي. هلا مشعل كيف حالك؟ بخير الله يسلمك. يبغالي ربع ساعة كذا، اصبر لي تكفى. وش تسوي؟ يا اخي كذا بشرب قهوتي بروق شوي، والله مستحيل نبغى نطلع الحين، عرفت؟ مشعل يلا جاي. طبعا مشعل ما يعرف اني قاعد اصور فلوج. ليه مستانس انت؟ ليه هو اللي موري يستانس؟ حمود حطني ونمشي من ورا، عرفت؟ ما يدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلوج في القناة. اول شيء بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عطنا بالله إذا التقينا يوم ولا عرفتيني، الله شاب الزمن فيني، الله شاب. الله يعطيك العافية. جاهز لأي جدول الفنطل ذا؟ يلا حي أبو يحيى. الله يسلمك ويعافيك، مرحبا ألوف. الله يبقيك ويسلمك يا مرحبا أبو يحيى، عساك بخير. خير جعلك بخير. صورني وأنا أركب. صورني ونطمر صوب الكاميرا. طيب البدي مو بدي شو اسمه؟ معلش ديكورات يا اخي. ترى اذا صورت فلوج اصير عفوي. واضح. ابغى الباب يتقفل بس. ما يتقفل حاله؟ ما يا رب البشت. ماخذ حتى ولا مو ماخذ؟ والله ما اخذ. حبيب وين بشتك انت؟ ما جبته. ليه ما بجيبته؟ بلبس ذا ان شاء الله. والله يفداك. امسك. لا همزه. لا ارتاح. طبعا مشعل وحاتم اللي الحين بمره يعني. طبعا حاتم بشركم يعني راضي يطلع صوت المحتوى يسولف معنا. اثنين ذولا مشعل وحاتم هم اقرب صديقين لي في الحياة. الله يطول عمرك يا ابو يحيى. وعمرك يا حبيبي. عشان كذا راح تشوفون كومبينيشن جبار، يمكن حتى ما تفهمون انتم. يا مرحبا، مرينا حاتم الحب. طب يا عيال محل شاهي يبغون له. ها شيك عيال مستغربين. مستحيل انك تصور والله. رغم انك انت حجر الاساس في القناه هذه. ها والله كنت مصور. والله لو ما تنزل صوتك. والله صوتي عالي شوي. اي عالي مره. نبغى نتكلم عن الجداول الليليه الثلاثيه ذي. الله. طبعا الساعه كم الحين؟ تقريبا الساعه ترى 12 وعليها. الاماميات. جايين اليوم تي رود. ما في مايكين يا ولد. اشتري بيت الوضع. يلا حيوم. طبعا تكينا من محل شاهي، كنا نتكي زمان يا ابو يحيى صح؟ والله زمان مره، يمكن قبل سنه تقريبا. والله زمان كنا ناخذ شاي ايش؟ شاي سيلاني. الله، ترى سيلان من افضل المناطق اللي تصدر الشاي للسعوديه. مصدر المعلومه ابو حتمه. ايش رايك في المكان هذا اللي كنا نجي قبل سنه ونص؟ ايش كنا نطلب؟ شاهي سيلاني. يطلب مويه ذا، ما يحب يشرب شاي. ايه حاتم ترى منعدم الكافيين. صح. بس أكد المعلومة. يا عيال متى نكرر سفرة الجنوب؟ تكفى. ممكن أتكلم؟ أنا أشوف ما نكررها. ليه؟ لأنها لازم يكون عندك اسباب. عندي أسباب، لأنها تعتبر يعني من أهلك السفرات اللي عشتها في حياتي. معليش اوكي اللحظات حلوة، الشباب الحلوين
بس ايش يعني مشعل كان جاي بالسيارة وكان ذالنا ذل يعني كشخصية أب في السفرة. اللهم صل وسلم على محمد. ايه لا تسكر الشباك، لا تفتح الشباك. ايه ذكر. لا وانتوا بعد ماسكين خط وفاتحين الشباك. تفضل. انا خليني ابرر اول شيء موقفي. انا اولا اتفق معه في اي كلمه بيقولها حتى لو ما ادري فيها. اولا انا اللهم لك الحمد ما كنت ذالكم. انت يمكن اخطيت في التعبير. ايه لا مو بذالنا لا ما كنت ذالكم بس قروشتنا. لا ما قروشك. يعني اللي سكر شباك نزلها حط رجلك اللي يا اخي يرحم امك. لأن والله العظيم لو أنت راكب السيارة معي بتعرف ليش أنا قاعد أمنعهم. ليه؟ سعود مع أي يعني كذا يضرب طاق المرتبة. لا أصبر ليه سعود عرفت؟ كان يشارك في عقاعات الأغنية. صح. حاتم إذا راكب وراك الطاقة حقت ما تفتحها. ليه حاتم؟ ما أبغى أقفل. شو ذنبي أنا طيب يا أخي. شوف أنا أتفق كنا رايحين وقت شتاء والجنوب كانت أفضل وقت أجواء فيها. كنا نبغى نفتح شباك بس إيش أنا بقول نقطة في صف حاتم. أقول من سبت العلاية إلى أبها 250 كيلو أو 180 كيلو أو 200 كيلو كنا فاتحين شباك. 200 كيلو فاتح شباك يرحم أمك. في واحد غدر فيني هنا لأن طول 250 طلع من شباك. ذكر صح طيب ايش يعني صالح ترى انت الحين تتفق معي بس انك كنت معهم. أنا شوف أنا أعيش بالموجود عرفت. الله يعني فتحة شباك نستانس، قفلة الله. شباك نستانس، الله. نروح نستانس. طبعا يا جماعة الخير الآن بروح أجيب شاهي. الآن بروح أجيب شاهي إن شاء الله وبعود إن شاء الله. سيلاني ميلاني وحبقبق هذه ترى ما حد يعرف القليل. هذا لحالنا بس يلا ظهرنا لهم. ظهرتكم شخصية تقهر من عندنا. حاتم أنا أعرفه تقريبا من أولى متوسط كنا في مدارس مختلفة بعدين اجتمعنا في مدرسة واحدة. استمرينا متوسط ثانوي جامعة. الله دقيقة بس حتى أنا صور نفسك وانت تبكي. كنا جامعة لين أول 7 شهور بعدين يا حاتم لين يعني أنا تفنشت شوي كذا يعني. طعنتني في الظهر والله. طعنتني أنا اللي أبغى. أنت اللي طعنت عرفت. حاتم كان معي جامعة الملك سعود يدرس طب بشري. لا تفلم عليهم لأن أغلب اللي يتابعونك نفس الأعمار. مسار صحي هو طب ما يعتبر يعني لا يعني مسار صحي يعني يدرس طب وأشياء ذي كذا عرفتوا اللي ما لهم مستقبل عموما. كنا مكملين أنا علمي هو مسار صحي مكملين أول ترم ثاني ترم ثالث ترم. نهاية الترم يا عيال كان فاتح لي موقع سناب وقفله. حتومي يعني ايش دعوة تقفل موقعك مو عرفت. قلت له يا فدا قال والله ما ادري. قلت له فدا عادي قال مشكلة في الجوال والله ما ادري ايش قلت انت. صرفني قال مشكلة. قلت بسيطة. وصار يا الربع ما عاد يداوم. احنا كنا نتقابل في مادة كانت يوم الاثنين الساعة 1 الظهر كنا نتقابل في مبنى ريادة الأعمال جامعة الملك سعود. الله دقيقة بس. كنا نتقابل هناك. لاحظت آخر 3 أسابيع إنك ما أنت موجود. يا حاتم وينك اليوم؟ والله طلعنا الدكتور. يا حاتم اليوم وين؟ والله ما داومت. كنت ألاحظ إن الوضع غريب. صح. ويجدول في الليل يعني الوضع غريب. الزبدة لين طلعنا يوم من الأيام قال اسمع أبغاك في الموضوع. مريتها بالأكسنت السوداء 2021. الله. ركب معي قال صالح. طلعت فيه قلت حاتم. يكبرها كذا. جاء قال لي صالح بقول لك موضوع. قلت اسلم. قال اقرا انت وريتني على طول صح. قال وريتك الايميل. اقرا الايميل. قريت الايميل. الان تعتبر منسحب من جامعة الملك سعود. تتذكر ردة فعلي ولا اقولها انا؟ اتذكرها. وش سويت؟ يعني كانك انت المنسحب ما كاني انا. بالله وش سويت؟ والله لطمتني. كذاب يا عيال والله العظيم انه وقتها من ردة فعلي قلت يا رب ما يتوقع اني قاعد اتصنع لاني اتذكر قاعد اضرب في السيارة اضرب كذا حاجة. يا ولد اصلا انا وقتها حسيت اني سويت يعني ما حسيت اني سويت شيء خطا يوم شفت ردة فعل كلي لا سويت سويت يا مودي عرفت.
عرفت اللي لا تكفى يعني للدرجة الموضوع خطير. إيه لأن هي أبو يحيى قاعد أعطيهم سالفة حاتم يوم كمل معاه لين أعطاها مخرج 9 في في جامعة الملك سعود. يوم طلع أول سنة تحضيري ثالث ترم يعني باقي له شهر ونص ويتخصص، وكان وارد جدا يتخصص طب بشري اللي هو هذا اللي يبغاه، وكانت معدلاته في الترم الأول والترم الثاني عالية جدا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الرجال ذا أذكر الله فتاك علميا ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يوفقك. من يقول يا صح انك فتاك؟ ما ادري يعني. لا ما شاء الله مجتهد. مجتهدين ما شاء الله تبارك الله. الله يزيده مناسب فضل والله ينفع بعلمك الاسلام والمسلمين. امين ونقول يا رب. فانا ردة فعلي واحد انه يعني انسحب خويي يا خويي. اثنين ان درجات عالية ليش انسحب. ثلاثة ان يمديني اعدد لك 20 سبب. فكانت ردة فعلي جنونية وما كنت مصدق لين شرح لي يا صالح انا ما ابي انا كذا انا ما ادري وش وما ادري وش. لا في اسباب كانت يعني اي صح. واحترم شوف ترى اسلم انا كنت شوي اسلم. لا عادي. لا روح انا قلت لكم اللي عندي يعني. ايه شوف انا ترى احترم اللي يسوي رغبته الشخصيه وان كلفته شيء كبير. ليه؟ ترى في شيء اسمه التكلفه الغارقه. وش التكلفه الغارقه؟ مثلا انك تسوي مشروع تخسر فيه 100,000 فاشل، تخسر فيه 150 فاشل، تخسر 200 300,000 خلاص الى متى؟ صح. اطلع وانت خاسر 100,000 بدل ما تدفع 500,000. عرفت؟ صح. فحاتم يوم انسحب من جامعة الملك سعود وهو طب او مسار صحي خسر سنه بس، بدل ما يعطيه 3 سنوات بدا ينسحب. صح. وراح حاتم الى جامعة الامام حاصل يعني تقنية معلومات يعني عشان تعرف اني انا احب تخصصك. انسى والله انسى. ايه لا هذه لازم نقولها ترى. لازم نقولها. يوم سويت النذيب يوم سوى النذيب بالله ايش قال؟ يا ولد جاني خاص قال لي حاتم الحين وش فرق تخصصك عن الاي تي؟ وانا تخصصي اسمع ايه انا اسمع دهانة. انا تخصص اي تي عرفت؟ فقلت انا وش قلت جاوبته كذا جواب اللي والله شوف هو مو نفسه بس مواد يعني وكذا. ثم حشرته قلت له يا كلب ما تعرف تخصصي يا مدد. قال يا اخي ترى حتى العيال ما يعرفون اتحدى لا يعرفون. ورحت عندك ورحت عند ياسر وسعود ومدري ايش عرفت وكذا بس سالتكم سؤال واحد يا عيال وش تخصصي في اي جامعه ومدري ايش. كلكم اعطيتوني جواب كذا كاني بقدم على وظيفه جامعه الامام عرفت يعني اجابه كامله عرفت. صورت الشاشه وارسلتها له قال طيب اوكي يعني بدل. هذا وقتها مستحي اني ما اعرف تخصص خويه. عرفت يا اخي انتم اي تي سي اي يو اي لازم صعبه. كان سهل اسالني واعلمك. تعلم اني ما اعرف هذه اقوى. بس افضل من توضح اللي لها عنده انه ما يعرف. وضحتكم كلكم لا يعني. بس ايه يعني الاورا. ايوه لا انت ليش سويت خطه اللي بمشي خطه مشت زين اما مشت وش فرق تخصصك على الاي تي يا ذيب والله انصاد والله. لكن الله يوفقك يا حاتم في دراستك. اللهم امين. ويوفقكم جميعا ومشعل الخريج وانت باقي لك حنا باقي لنا يعني تقدر تقول كم يعني 5 6 كذا. والله تعدي كذا والله كذا. اسال واحد السنه الجايه خلاص الترم الجاي الله يبلغنا اياها واياكم. اللهم امين. والله شاهي لا بالفرحه. الله يعزك ابوي. والله بشربي بتطق البشت وموتر. ترى شوف كنت اقول موتر انا العيال ولا صملت. هذا انت مصوره كويس انه مصوره ممتاز. لا شوف الجمس ما بيشوف الجمس. لا ما عليك. لكن سؤال هل بتسوي فلوج ولا خلينا انا نسوي فلوج ولا كيف الطريقه؟ تدري اني فكرت السؤال ذا بس ايش وش قلت يا ولد ذاك يوم العمر اصور فلوج لا اوخر ابغى اعيش. عندك الموضوع؟ عندي. الله يعزك خلاص باذن الله نربي احيانا خلاص. والله بشربي لاني انا تدريني احب الذكريات. والله بشربي والله اموت في الذكريات. الكاميرا طيب الزرقاء تاخذها؟ طبعا في الجيب ذي. تخيل يفتشون تفكير شاريها من سنه عرفت عشان اليوم ذا. طب نكمل سفر الجنوب ما كملناها ولا؟ اي ما يعني رحت شاهي هذا دق اخوه. يلا نكملها. نرجع لسالفه سفره الجنوب. الشباك كان يفتح كثير. الشباك هو يعني عقدني ولا انا تاك ورا يعني ضغط ترى على الاذن عرفت يا خوي. طيب وش ذنبي يا اخي انا مستانس. يا مشعل تستانس واذني تنفجر. لا يعني انا بستانس وانا اذني. بس عندك حل انك تلثم تلبس شمال. ليه ابغى اروق في السياره اتلثم. حتى انا ابغى احس بالهواء. ابغى احس بالهواء وانا ابغى لا شوف ترى انا مع الطرفين بس هذا تدري لو
ينكسر الشباك تنكسر شبابيك ما يفرق، لانه دائما فاك الشباك كذا. انا مع الطرفين حلو. طب وش انك تكون مع الطرفين؟ انه يلا شويه شوي شباك لا 250 كيلو هات مساكي ورا كذا يا هو. صح هذا يتفق معه، لكن اللهم صل على محمد. بس احنا ماشيين على نظام ترى، ايه الاغلبيه تغلب ذا ايه الفرد. شو اسمه هي ما ادري شو اسمه. المصلحه العامه تغلب على المصلحه الفرديه. فكانت يعني المصلحه الذنيه ما والله مصلحة تفجرت لي. وبعدين يا عيال كنا مستاجرين شاليه في عز الشتاء، يعني دعاثنا تقدر تقول. خليك من دعتنا في سالفة المسبح. اقسم بالله اسوأ شيء سويناه في السفرة، او ثاني اسوأ شيء بعد ليه؟ الشبابيك. ليه؟ المسبح ودنا ماخذنا المسبح. يا ليه دقيقة تفضل ايه عطلي فاصل وتكمل كلامك. تفضل. تذكر يوم تكلمنا في الخاص عن الموضوع هذا؟ انا حرصت على المسبح. تفضل حاتم. يا اخي احنا سافرنا وسفرتنا كم كانت؟ اسبوع تقريبا ايه. احنا نبغى ننام ونقوم صحصحين. ها هنا الجدول ان نقوم صحصحين ونفر وكذا. صالح يقوم يسبح، الطاقة تنزل من 100 كذا الين 20. يصحى يلا قبلنا. ايوه يصحى قبلنا. اذا صارت 20 يلا طلعنا، يطلع يرقد في السيارة. يا خوي. والله العظيم يا خوي. طيب يا عيال كذا انا مجدول صح، عرفتوا؟ جدول صح. ترقد معنا في السيارة ليه؟ لا ما ترقد. كنا جداولنا اسمع معلش نقطة، اغلبها كانوا حاتم ومشعل وسعود، فعارفين الجداول كذا. يا عيال اول 3 ايام كذا ايش صارت؟ فك فستك وفمك. يا اخي ما ينفك معي. سنك اسلم راح. يا عيال الجداول كانت نتغدى في تهامة، نتقهوى في مسراه، نتغدى في تهامة دائما. كل مشوار ساعة. فخلاص انا والله صرت انام في السيارة، انام اقوم. والله ان السيارة هي جدول لحالها. تذكر تكلمنا في الخاص قبل ما نحجز انا وانت عن ايش؟ لا ناخذ مسبح. والله رب العظيم الكعبة. طب صملت يعني واخذنا الحمد لله. بس في يعني احنا كذابين لو قلنا لا ما راح نحجز. ليش؟ كان شارع مغري شاليه والله مرة مغري، رخيص يعني يعتبر. فاخذنا مرة راح الشاليه وكان في حارة رايقة بعد. منها يستانس الرجال. يا اخي ما سبحتوا معي ليه؟ جوك تعبان والله. يكون عندي حوش غنم حوش غنم معي شاص. يا رايق. هذا الشاص ذا اللي انا ها. عاشق الشاص صراحة. خوي ليه حياتك تبغى تكون بيسك كذا؟ والله ان الحياة بسيطة ان احلى شيء والله. يا اخي عندي سؤال والله. تفضل. الحين ليش يبيعها في قزاز؟ احس غالي يا ولد. لو تدري ان القزاز والكرتون نفس السعر، ولكن انا اخذت قزاز لان طعم الشاي في القزاز احلى من الكرتون. كيف عرفت؟ لان الكرتون يعطيك طعم غريب. خبرة سنين. خبرة صح. وزائدا ترى انا من يوم تعمقت في القهوة، ترى يا عيال يهتمون في شرب القهوة في ايش؟ انه صعبت انا. لا روح عادي نفهمك حنا. يا قزاز يا سن جلاس يا رخام يا في نقل حرارة، يعني هذا تلقاه أقل في نقل حرارة من الكرتون، عرفت؟ كويس إنك جبت يا خوي. والله بشربي والله. بس إني باخذه معي في البيت ذا. والله إني دائما أقول إذا رحت مع شاي برجع أعطي أمي بس أنسى. أنا رب الكعبة كل غرفتي أكواب شاي محلات. حتى مو بشاي قهوي. لا بس كلهم عادة مشعل. توني اضطريت والله. تقولها ولا نفضح؟ نقولها ولا نفضحك الحين؟ والله أقولهم عادي. لا نفضحك. يا أخي اهتمام غريب والله، مو بغريب كلب. يعني صار كلب. ترى إيه تدري كيف انصاد؟ كيف؟ مرة فتحت شنطة الكوريلا. الا كذا صادق. ترى ما شفنا جثة، لا أكواب جميع كفاءات الرياض. يا أخي أحب الجودة يا أخي. خاصة ترى بعض الأكواب عندي ترى نادرة. كيف نادرة؟ جددوا الكافي وصار الكوب مختلف. اوه نوادر. أكواب كفاءات قديمة، عرفت؟ طيب إيه علمهم إنه في الغرفة كذا. أنت قد قلت إن أمك تبقى ترميها زي كذا. إيه أمي تحسبها زباين. وأنا حاطة في الرف أشكال كذا، عرفت؟ ما أدري إنه نوادر ذي. والله نوادر. وأنا أمي ذاك اليوم جيت واللي هي حاطة في كيس زبالة. والله. خلاص وقف الاهتمام ها؟ ايوه الى ما رجعتها الرفه وخليتها في مكانها في الزباله. ترى ما حد يكسر ذا بالفم والله. ايش تبغى يكسر؟ بطلقه مقفله؟ اي. اوكي. طيب خلونا نسولف عن ألذ شيء ممكن تاكله في يومك.
الله يا رايق يا رايق. ترى شوف، قبل لا ابدا ترى حاتم له نظره سيئه عني في الاكل، انه يعني يقول انت ما تعرف تاكل، انت ما تعرف المطاعم لذيذه وكذا، ويعتقد انه هو افضل مني في المطاعم. صح. انا شوف ما ابغى لنا بروباغندا بس سويت الخليج والله عشان ما اطول، عرفت انت وسولف يعني. والله انا لذ شيء تاكله والله ما استهبل يعني. والله يا اخي ايوه اوكي شويه الخليج لذيذ، لكن ما هو احط منبه اقوم ما نوصل هالدرجه. عرفت؟ هم يدرون بالشيء ذا، تدرون بالشيء ذا علمهم. اذا ما يدرون نعلمهم. علموا نبه الساعه 10 صباحا اول ما يفتح فرع شوية الخليج. ترى يفتح 10:30 هو. والله العظيم مره صور سنابه، خليني اجيبها سهل. اسمعي لا بس دقيقة عشان ما تبان ما هو دائما يعني. لا دائما. لا ما هو دائما يعني 50 مرة. لا يعني اذا اجتهد شوية الخليج. اسلم مرة صور سنابه. صور سناب كذا، وحتى انه مسويها كايديت كذا لقطات. ثبت يلبس تيشيرت، لا عفوا ثبت صح من السرير كذا، بعدين لقطه وهو لابس تيشيرت، بعدين لقطه هو في السيارة، لقطة وهو شوية خليج. الساعة 10:05 دقائق، 10:05 دقائق وهو شوية خليج أول ما فتح فرع. يعني باقي 10:35 35 بالله لأنه يفتح ونص. اوكي إيه. علامة حلوة ذي. الدجاجة كذا تو تبدأ، عرفتوا؟ الرجال مدمن شوية خليج، ما أدري يعني كيف. بس حقه والله لذيذ يعني. حقه. والله لذيذ. طب أنت عطنا ألذ يعني شيء اللي باكل ذا اليوم خلاص. والله أنا أتوقع الأغلب يعرف. مطاعم الرياض نبي. شاورما. لا بس نجيب مطعم معين كذا. ومنورة. لا حتى انت لا تسوي انك مجنون. لا تسوي انك مجنون. إيه زي شوية الخليج عندك رايق. رب الكعبة يمكن شهرين ما أكلت منه. اوكي شهرين ما اكلته طبيعي. بس قبل شهرين تاكل منه. يا أخو شوف، أنا كنت مدمن شوية كنت مدمن رايق، خاصة الكميات الهائلة. الرايق هي. ايوه. فكنت اخذ من عنده الين استوعبت اصبر يا اخي غالي شوي رايق ذا، عرفت؟ غالي شوي يعني سعره ترى مكلف. كم تقريبا؟ يعني العربي 27. ليه؟ كم قطعة؟ ما ادري بس يعني ما ادري او 7 حبات ما ادري والله ما ادري ناسي. بس يعني يعتبر غالي الصدق. اي صح، لأنه ترى صاروخ شاورما مع بطاطس. ايوه صح. طيب غير رايق؟ هدي منه، عرفت؟ اذا اشتهيت اخذ منه. صرت ما منورة. ثبت عليه. لا في مطعم في الحاره اسمه ذوق اللؤلؤ. عرفته؟ علي الحرامي هذاك المطعم. وداك قذقته. وشو ذوق المذاق. ذوق لا اللؤلؤ. ذوق اللؤلؤ. اللي في قرطبة؟ لا ما ادري، في الحمراء مو في اليوم. في اشبيليا. ما ادري لا. اشبيليا. سوينا يعرفه. اشبيليا جنب وقت الياقه حق اشبيليا. يا عيال ذوق اللؤلؤ اطلبوا من عندهم شيش طاووق صغير. وقفل لي ها. قفل اطلب واحدة بس. لا والله واحده، والله بتضرب نفسك. لا تنقهر زياده. شوف خلني اعطي رينج. وزن من 60 ل 70 3. والله كثير. 60 70 يعني لو وصلنا 100 كم بيصير؟ اي صح. بيصير 9 كذا. 70 60 واحد بسه. والله واحد. كيف حجمه صغير زيدي تقريبا. لا وأنا من أصغر. 60 ل 70. إيه. 3. لا يعني طيب اسمع خلينا نطلع سكيب. اي هذول الحاف مالهم فيها. ايه راح ياخذون شاورما صغيره، عرفت؟ فاكر جو. يعني كم تعطيهم؟ من 70 الى 85. هذولي فتاكين ترى. هذولي بدايه الطعم. السمنه ايه. عرفت؟ هذول ثلاث هي كذا، ثلاثة تشبع بس. ايوه من 85 ل 100. 3 وشاورما عربي على جنب. أي. وديو هذا ياكل كذا، عرفت؟ هذا طرمش طيب بس صدق بالله عطنا طلبك الحقيقي له. والله كثير. والله تدري من الاوفر انه واحد كلمني قال صالح تكفى نصيحه لا تعلم بالكميات اللي تاكلها. قلت ليه؟ او مو بقول شيء، هو شرح قال ترى ما حد ياكل الكميه دي، عرفت؟ يعني لو اصلا مر عليه. قال وفي ناس ترى ما يقدر ياكل افلم كذا، بس عموما 8 9 انزاقي ذا. لا طيب حاتم احنا قطعنا حاتم ايش يحب؟ لا بنوصل له بس الرينج اوكي فوق ال 130 اخش في الجو حقي. واحد صرف شاورما هذا على الجنب ايه
3 شطوق. ما تبغى تنوع؟ 3 شطوق صغير إيه. اوكي 3 شطوق. ممكن بطاطس صغير، ممكن يضيف بطاطس صغير مع صحن ثوم. صحن ثومي زيادة. ترى يفرق الموضوع ذا. إيه. حمضيات على الجنب معرق. خلاص هذا اكله ما شاء الله تبارك الله. حاتم ألذ شيء يعني شيء بتاكل اللي اليوم باكل ذا عرفت؟ شو اسمه، والله هي كثير. عادي اقول، ما عندك شيء؟ عادي اقول لا. يعني اعرف اكثر. ما يبغى. وش في مطعمين تحبهم. أسس أعرف أنا. ها كنز. جو كذا غريب جو. لا لا بس انه مو دائما يعني. بس هو يقول عندي المايك عشان يفهمون احنا. لا الثاني لا معلش ما اسمح لك. يقول الست. ايش فايدة اخذت المايك طيب انا؟ وش؟ مطاعم واجد والله، لكن الشاورما هي يعني المتصدرة، وكثير مطاعم شاورما في الرياض جامدة. فيه عادي يقول اسمه شو اسمه الست اسطوري فعلا يعني. حلو. وانوار اللؤلؤ، ما هو الذوق اللؤلؤ، انوار اللؤلؤ ترى اسم اللؤلؤ في كله. اي واحد لذيذ دخل لؤلؤ. انوار اللؤلؤ والست. حلو. ما منوره بعد. بيت شاورما طيب كيف معك؟ حلو اسطوري. يجي من توب ولا ما يجي؟ لا بس انه حلو يعني. اكثر شيء تطلبه اذا لعبت معك فورت. يا اخي اوكي. ولا خيارات متعدده في بيت شاورما. ايوه خيارات متعدده. اللهم صل على محمد. والله بالعافيه يعني. الله يعافيك. الله يعافيك. ولكن الحمد لله الحين انا دايت، وجبات الصحيه حتى الوحش ذا. حتى الوحش. كله ولكن وجبات بكره صحيه. يوم الجمعه اوبن داي. الرجال لا. لا عازمنا ان شاء الله. لا تسوي مجنون. اصبر. ايه بكره الرجال بكره يوم الجمعه ندم العمر اللي بيقول لك. عازمنا. لماذا عازمنا؟ ايش عزمنا كذا بشكل لا ما عزمنا بشكل عشوائي. كنا داخلين على بعرق جبين. اي والله بعرق جبيني. انا وحاتم كنا نلعب دو فورتنايت. أسوأ دو عربي. صح عرفت اللي يتفق. وهذا دخل علينا كذا بعد ما سوى قهوة أو شيء، جاء متأخر وحنا قدنا في نهاية الجيم، فقال هذا إذا فزتوا والله إني عازمكم على أي مطعم تبغونه. فازوا. والله فزنا والله. والله ما صدقت انه فزنا، حتى رحت ابارك المشعل مبروك. حضنته وكذا وعشنا حياه حلوه يعني. والله الاحتفال. طيب يا عيال اسمع، انا لاحظت شيء بعد الفوز. بدا الموضوع من انه عشاء وفله الى ان خسر صالح ناهين صح يعني كذا قاعد يقول مطاعم اللي عيال لا هذا ما أبغى. لانك انت ما اعطيتنا شيء محدد، انت قدحت. انا قلت اقطع افخم مطعم مدعس. اي ليش؟ لان استهزأ فيه في لعبنا، لاني والله اتحداكم تفوزوا. والله فزتوا انه يعني قالها باستهتار. ايوه صح انا والله ما توقعت. فانا من هذا المبدا يعني بالله يعطني 2 تندرلوين خشيت في ستيك ها. يخسرك بشكل. ترى شوفوا انتم قلتوا مطعمين، يا انتركوت وانا تمي عيال، يا ناشفل. انتركوت بتروح تكشخ كأنك موزة ما يصير. عادي يعني ابغاك تدفع، انا ما ابغاك ما يصير. او بناشفل نزل لك واحد. نزل لك. انا قلت الحاتم والله يا اخي انتركوت يا اخي ما يحمس، ما يرضي الجو عرفت. ايه حالاتها انك تروح ناشفلز وتدق لك المنيو كامل تقريبا. طب في المنيو طب فيه، وناشفل غالي يا عيال ترى عارفين. لا هو حتى هو يحب ناشفل. والله ناشفل عشق. وعاد مسوي مقلب في الوليد انه عشاك انتركوت يا ثعلب. شفت المقطع؟ رهيب. ايش نزل المقطع؟ هذه احترافيه. بس هذه احترافيه محتوى. نزل يعني شفت كيف تعزيز الاخويا. المقطع ما نزل بس انه جامد. طيب يا عيال ايش منظوركم للرزق؟ ما حد عنده جواب. لا سؤال حلو والله، سؤال جميل وفي 300 منظور. روح اذا عندك روح. انا صدق يا اخي انا منظوري للرزق هو ما ادري هو منظوري ولا ان الشيء قريته زمان وصدقته. حلو. ان اولا ان الرزق جايك باذن الله، وانه زي ما يقولون لو تهرب من رزقك بيجيك. أي. وان ايش يعني هذه ما ادري من اي مصدر جابوها ولا، بس ان الرزق ممكن يكون باي شكل من الاشكال، مو شرط فلوس. صح فعلا والله صح. بس ان الفلوس حلوه يعني. عرفت ابغى فلوس. يعني انت لو تعطيني شكل من اشكال الرزق بمنظورك يا حاتم ايش بيكون؟ الصدق كذا شيء بسيط تشوف انه رزق.
الصدق والله صدق هذه، والله صدق يقروش. انك تكون مرتاح في الدنيا كذا، مرتاح ما تكون مهموم. صح الدنيا يبغى لها يعني انك تشتغل وكذا وهم إيه ومدري. بس يعني بالك. ايوه راحة البال هي ترى راحة البال رزق والله يا صادق. فانك تكون مرتاح في الدنيا شيء اسطوري. والله العظيم شوف في ابيات مشهوره اللي هو يقول يا ليت عند خليف 4 مزاين و4 عماير كلهم بل علي و4 مزاين و4 جموس مخططه من. بعدين جت ردت عليه واحده يوم تقول له العافيه يا خليف تسوى ملايين، تسوى جميع املاك حيل علي وتسوى المزاين كلها. صح. ان يا عيال العافيه بس لحالها هذا جزء ثاني. صح. الحالة هذا رزق. وزائدا ازيد على كلامك راحه البال. يا عيال انا حصل لي الموضوع اللي قبل 3 شهور تعرفون انتم يعني قد يكون بسيط بس والله ثم والله ثم والله إن يا عيال من كثر ما أفكر بالشيء ذا وش بيحصل وش ما بيحصل كذا، هو كان موضوع مصيري وكذا وعد اللهم لك الحمد أبشركم. اللهم لك أقسم بالله من كثر ما أفكر فيه إني صرت أشوف الدنيا أبيض وأسود. يا عيال صرت أطلع بسيارتي أروح أخذ قهوة. يا ولد بعد الموضوع كنت كذا أسوق بالكرايزر أقول يا الله المشوار ذا كان متعة يا أخي. المشوار البسيط ذا كان فلة، كنت ماني مستوعب إنه فلة. صح. لين حصل الموقف ذا، حصل لي الموضوع ذا، استوعبت إنه يا ولد منغص عليك كل كبيرة وصغيرة بحياتك. ويوم عدى الموضوع خلاص يا ولد كذا عرفت اللي رجعت الأحياء بألوان. صرت يا ولد أسوي قهوة كذا في السرير وأتك أشرب اللي يا الله مروق روقني. صرت حد الدقن. ايه والمسح مفتاح البال. لا الحمد لله والله فعلا راحة البال انها من اعظم الرزق يمكن. اي والله والله العظيم. بس والله النقطة اللي قالها صالح فعلا أهم اللي هي العافية. العافية أكيد ليه صح. يا أخي بدليل أن العافية كيف أقول لك أن الفلوس لو جت بدون عافية ما تسوى شيء الفلوس. صح. فالناس يناظرون فلوس بس فالناس يناظرون أن الرزق فلوس كذا، بس لو يروح جزء من العافية مهم يلاحظ أن الفلوس ما عاد تصير تسوى شيء. عز الله عنك صادق. زي ذاك اليوم يوم اذني خربت. شغلت أمنا بذن. لان هناك حسيت اقوى مثال في الواقع صار لي اذني بس بالله وش كنت تحس انه ابغى ادفع كل شيء وخلاص. مو بدفع ابغى اموت خلاص كذا خلاص ما شيء عرفت. اقسم رب الكعبه الشعور كان جدا لا اله الا الله. اللهم لك الحمد انه يعني تعافيت. اللهم لك الحمد. الحمد لله والله صادق يعني جربت الموضوع عافيه صدق. اي والله ابو يحيى ما اخذنا اللي شيء انت تشوفه يعني عرفت ولو كان شيء بسيط. والله يا صالح انا قلتها برضو في الفلوق اللي فات ممكن عدت مرور الكرام يعني زي ما يقولون، ولكن الرزق فعلا ما هو مال، ممكن الجلسه او الخوه الطيبه. هذا الشيء يا جماعه الخير والله العظيم لو تستوعبه وتفكر فيه شوي تقول اللهم لك الحمد. صدق كم من اشخاص كم من اخويا سحبوا اخوياهم للشر يعز الله، وكم من اخويا واصحاب سحبوا من الخير. صح. وهذا هو يعني اشوف الرزق من منظوري انه مو شرط مال. خوتكم الطيبه والله انها اكبر رزق. الله يرفع قدرك ابو يحيى. قدرك. والله يا ابو يحيى على الموضوع ذا كل واحد فينا عنده مثال فراسه ان فلان كان مع فلان وضاع فلان عرفت. صح. ففعلا والله اتفق معك ابو يحيى. فائده التكيه ذي غير انها تغير مزاجك وتونسك تعطيك صدق والله التكيه ذي غير انها تنورك كذا الا انها تفيدك في حياتك. اللهم لك الحمد. والله الله يديم الخوة الطيبة. اللهم امين. اللهم امين. محمد ولا يهون سعود وعمر وياسر وعمر الحربي وتركي محمد وتقول خياك كلهم والستر احيانا ترى والله انه رزق. اي والله. تعرف مقطع الشقيري؟ الستر احيانا يكون انا ما خلصت نقطة عرفت؟ ليش تروح شقيري يعني؟ انا جالس صح. الستر احيانا مو احيانا الا دائما رزق الستر انك تكون مستور الحال مستور ذنوبك ما تظهرها مستور من الله سبحانه وتعالى. هذا رزق يعني. تخيل انا وانت يا صالح مثلا كم جاك شخص قال والله اخي انت ما شاء الله فيك الهدوء الايماني. انا اللهم لك الحمد مؤمن ولكني ترى انسان زيكم ما تعرفونه. انسان زيكم اذنب وعادي عز الله بس اننا مستورين. يعلم الله اننا مستورين وهذا الشيء لكم
كثير من الناس يعني لازم يتعلم انه كيف يستر نفسه، يا ان سلام. هذا هو اوكي رزق من الله، لكن انت برضو استر نفسك، لا تفضح نفسك. صح هذه هي. وكل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه اللهم صل وسلم عليه، كل امتي معافيه الا المجاهرون. نعم. يا اخي انك تجاهر كذا كانك تقطع خط الرجعه لنفسك، عرفت؟ وزائدا يوم تقول الناس يقولون كذا، يا اعوذ بالله انا جاني تعليق قبل سنتين في رمضان، صورت كذا مسجد ورياء شويه رياء، عرفت؟ صورت مسجد وكذا انه دعوه وكذا، جت واحده قالت يا اخي صالح اخوي في نفس عمرك ومختلف عن عقليتك وتفكيرك يهود افلمت، قالت اتمنى يصير زيك، انا كذا ارسلت لها اللي والله ما تعرفيني داشر لا ايوه اسمع. مو بداشر بس انه مستور. مستور بس ما يعني ربي ساتر علي، انا ساتر عمري باللي اقدر عليه، انا ذنبت زبن عمرك. يعني ما حد كامل، ولكن قدر المستطاع تحاول تجاهد نفسك، تذكر الناس بالخير. يعني احنا لما نصور مسجد مو هو برياء، لكن قد نذكركم دعوه سلام صح. كلام خير، هذا هو. ف مقطع شقيري يا رب ما تزبد لي الحين. روح خلاص انت. جاء سأل واحد كبير في السن قال له وش نسيت؟ والله نسيت. لا شقيري قال كذا كلمة في السالفة طويلة، بس انه قال انا لست صالحا انا فقط مستور. سلام. يعني تخيل انا لاني بصالح انا مستور، ماني بصالح انا مشعل. يمكن. لا فعلا والله كلامه ترى عميق، والله ما يفهم الا الواحد يعني. والله هذا المرة انا بروح لا خليني اروح انا، خلاص واحد سألاني. خليني اروح. تبغى نفضح صالح في ايش بس؟ نقول معلومات عنه، هو كذاب ترى شوي بس. ولكن يا جماعه الخير دام صالح مدى وذكره لا لكن اشتركوا، ترى صالح قرب يوصل 40,000. لا يا زاحف قد وصل. الا 90,000 لا وصل بالله. إيه؟ شوف 41 اسالك بالله. إيه. ما شاء الله تبارك الرحمن بدون حسد. اسمعك ما لا خلينا نشوف والله ما ادري ولد توي درت عنك تدري. اي والله دخل ما شاء الله تبارك الرحمن. لا مبروك يا رب. والله توي ادري اذكر كانت 130 شيء كذا. يا ولد على طاري الاشتراكات قال لي صالح اليوم كذا تخش علي كذا قال لي توقع عدد مشتركيني، عطني الرقم كذا وانا ما ادري، عرفت يعني الصدق يعني انا ليش عرفت السالفه دي. اوكي هديت حيله قلت له 68,000. تفك قال لا خلاص يعني واني ادخل السوق قلت معليش عاد 40,000 وصلوا يا اخي 60 بس يستاهل بيوصل والله انه يستاهل والله. بيوصل. شوف يعني انا اقول لك مقاطع ما شاء الله توصل 100,000 60,000 70,000 وينهم ما يشتركون يا اخي؟ اشترك يا اخي، زر اشتراك والله انه ما يضر بل يسعد شخص. طيب سؤال صالح حاتم، تفضل. كم تتوقع صالح بيوصل في نهايه السنه هذه مشتركين؟ 2026 الله يسلم. فان شاء الله 100,000 هو كذا هدف يعني. والله يمديه يمدي باذن الله. والله مشتركين اخي، مو مشتركين متابعين مشاهدين. اشترك يا اخي والله انه ما يعني كوبين في البيت. ترى معليش بس لسعناك شوي بس. خذ راحتكم يا عيال والله ما يجي منكم الا كل خير. كنا نتكلم عن حاتم ايش يشرب شاي ولا قهوه؟ حاتم اللي يشرب مويه، حاتم والله مؤسس المويه الصدق. ترى السوائل زينه للجسم. ها؟ والمويه خاصه انك صحي معضل نادي مدري ايش. الحمد لله. والمويه وش؟ المويه حتى المويه سوائل. حتى اهم شيء للجسم. مويه زمزم اهم. ايش تحشرني كذا؟ ما حشرك اعطاك سست زياده يعني. والله لي مرحبا الله يبقيك. يا اخي سبحان الله اللي رزقك القبول. الله يرفع قدرك يا ابو يحيى والله ما جل من بعدك. تدري كيف يجيك القبول؟ اسمع تعرف انت؟ لا مو بلازم اعرفه، عرفت اسمع. تعرف القبول طال عمرك هو في حالتين والله اعلم من صحه المعلومه هذه، لكن في حالتين ان شاء الله انها نبحث الله يعيننا. هي حالتين اللي هي ان الله يحبك ايه فيحبب الناس فيك، صح، او ان الناس يحبونك فالله يحبك. يا سلام هي صح، هي تدل على ذي وهذا صح. الله يرزقنا محبة الله ومحبة الناس. اللهم امين يا رب. امين. اللهم امين يا رب. اللهم ما في قبول دار.
يا اخي جامد انت. الحمد لله. طيب حاتم، تفضل. انا ودي استفسر منك، تفضل. ايش نظرتك لنا كصناع محتوى بعيد عننا كاخوياك ككوك كاخوياك؟ اسمع ابو حاتم. يا اخي الشيء اللي ما يعجبني فيه الصدق اني احب حياتي تكون خاصه. يعني انت ومو بس انت، وصناع المحتوى والمشاهير كلهم حياتهم ما هي خاصه شوي. اذا طلعوا واذا جو اذا انا ما احب ذا الشيء والله. ايوه ما احب. مستحيل انسى اجابتي كذا. طيب ليه ما تحب الشيء هذا؟ سؤال ما يا اخي ادري. شوف، عاد اجاوب مو اجاوب، اعطيك اسيست كذا ممكن تفضل. يفيدك في النقاش. تفضل. الولد هذا رجال من عرفته وحملنا سناب وعشنا حياتنا، ترى يمكن 15 رساله قبل 16 اسبوع، ما يضيف احد. صح. حياته شوي كذا صح. مقفله شوي، صح. عرفت؟ صح. ما فهمت. اوه 15 حساب. 15 الشات اللي على اليسار هذه، اي الشخص ال 15 هذا رسالته اخر مره معه قبل 15 سنه. اي فهمت صح. فهمت. يعني غير اجتماعي. ممكن تقول. سلبيه ذي. لا لا شو اسمه ما يبغى يكون جامد. لا قلت انه جامد. لا اي لا اجتماعي. شوف الاجتماعي اشوف انه صفة جميلة بس تتحمل عواقبها. لا. فما هي بصفة جميلة، عرفت؟ ايه يعني كأنك تقول هذا طويل، مو بميزة ولا سلبي، هو طويل بس، عرفت؟ صح. اسلم. فما انت باجتماعي. ماني باجتماعي صراحه. يعني وانا اشوفك يوم تقول لي مثلا في كلاسات الجامعه انت يعني اروق انسان في الجامعه بشكل. ليه اصبر. يا اخي يقول لي اذا خلصت كلاسات كذا اللي روح البهو تك شوي. اقسم ما بالله عندك اشكاليه هذه. اي جدا. اقسم بالله اني اخلص الكلاس ركض على السياره يا خوي على البيت. اوكي. فشو اسمه حتى بالجامعه ترى يمكن اعرف ناس قليل كذا، عرفت؟ والله كلهم منعم، واللي عرفتهم منعم، حتى اللي ما عرفتهم مسوي جامد. لا انا بالمازي. شو اسمه صدق يعني، لكن ماني باجتماعي. ليش ما ادري كذا يعني. يا اخي شوف، ما بندخل ليه، لاني تعبت وانا اشرح له ليش تكون اجتماعي. يا اخي والله شيء مفيد مره، والله شيء مفيد مره ادري والله. انت نقاش. لا شوف خليني اقول لك، تسلسل احنا بين اجتماعي مره وتوسط اجتماعيه. لا انت والله اجتماعي. شوف لا حرام عليك. هذا والله انك اجتماعي حتى انت. لا والله الا والله انا ما اشوف نفسي اجتماعي زي ذا. يا اخي مو انت اللي هذا شوف ليفل نفسك. مختلف. انا اشوفك اجتماعي مره، يعني يبان فيك، عرفت؟ صدق؟ يبان. تفكر وش يبان؟ تفكر. يا لكن يعني شو اسمه اجتماعي تكلم اخوانك وكذا. عرفت؟ هذا فاهم الاجتماعية خطأ. الصفر اللي يخاف من اخوانه كذا. خلينا نعيد النقاش الحين. لا فاجتماعي انت، نادي والله ما عرفت؟ شفت. وصالح مؤسس الاجتماعية مو ما شاء مؤسسها الله. وصوت المهببه ذي، بس شيء يا حلو اخي اسمع ليش والله ما ابغى انكم تمدحون، بس وش اللي تشوفونه مره اجتماعي صالح؟ وش ليه يبغى يمدح ما في. تونا اتفقنا ان أوكي. الاجتماعي وغير اجتماعي صفه. اوكي صح انها تيجي ميزه بس مو ميزه. يتكلم. عرفت؟ لا شوف انا ليش اشوفك اجتماعي؟ لاني اشوفك انا يا صالح اجتماعي، يعني ما شاء الله يمديك تسولف مع اي شخص، يمديك تفتح نقاش مع اي شخص، يمديك تسوي مع اي شيء، عرفت؟ هذا اجتماعي، صح. ما تحسب حساب اي شيء، عادي روح بس عادي. يا سلام. انا عكسك. اي ابغى الاجابه ذي انها ما تحسب عشان نتناقش فيها، نفتح اوكي تشعبات. مثلا في البهو حلو. جاك شخص كذا تكه معك قدامك، عاد طاولات بهو سعود كذا قدام بعض، متشارك. ايوه جلست انت عادي، لو جوالك كان شاحنه صفر تقفله كذا وتاكل تسولف معه قدامك. ايش فيها ذي؟ هذه ليفل اجتماعي مره، عرفت؟ يعني ما تحسب حساب ان ذا تقروش ولا لا عاد خش معك. يا سلام عليه، والله اختصرت كلامي كله. ترى يا عيال انا ترى حرفيا كذا في البهو اشطح، اروح اشطح يمكن اشطح عادي. ليه يا عيال؟ ترى المخ سبحان الله عدو الانسان، ترى يعطيك تصورات من موجوده. يعني مثلا بروح لذا ابغى اطلب الشاحن، مخي يقول بيزبدلك، بيضربك، بيرميك في الشاحن، بيربطك في السلك، بينما تروح له سم. انت شفت كيف الموضوع بسيط، وقص عليها انك تدخل جروب الفلاني، تشبك مع الفلان،
ترى مخك يعطيك تصورات اكبر لانه خايف انه بيثبت لك انتبه دائما مخك والله انه يفلم في الشيء ذا انه ترى بيسوي لك كذا، بينما والله انه مو ابسط ما تظن. وتدري كيف تقيسها؟ انت اذا حد جاء طلب منك شيء سم لا قروشني جاء اتكلم معك، يمكن اذا كنت ما انت باجتماعي تنزعج شوي صح، بس يعني كشخص طبيعي جاء واحد سولف معك هذا سم يجي علثمه بسيطه تمشي، عرفت؟ لكن في غالب الامر المخ يفلم. معليش بس شو اسم التطبيق هذا؟ هذا يا طويل العمر تطبيق الشفيع. ما شاء الله يذكرنا كل شويه في الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم عليه، حاطنا كل نص ساعه يعطينا تذكير الصلاه على النبي. ولكن صالح اسلم انا اشوفك ما شاء الله يا اخي شغال قهوه كل يوم تتطوع اليوم اللي قبله، وكل يوم يعني يزيد ترى انا نظرتي مختلفه شوي عن الرجال ذا. ليه؟ نظرتي هو مختلفه. قافطني، هو شو منه قافطني؟ انا بالله؟ قافط صالح. في صالح يا جماعه الخير من الناس اللي يشرب قهوه عشان يصور. اوكي، عشان الناس يحسبون جامد عشان كذا. يحسبون جامد وقهوه وكذا، عرفت؟ إيه. يعني زي انا اشرب قهوه نادرا كذا، عرفت؟ بس عادي يعني ما اشرب قهوه. لا ذا شد حيله ودفع فلوس عليها وبن ومدري ايش. والله صادق والله. ترى شوف بسوي كتب كلام اكمل انت. اوكي. اسلم إيه. ما شاء الله قاعد تتطور بين فتره وفتره على موضوع القهوه، يشتري اشياء، طيب يدفع على اشياء، والله يعني يدفع على اسمه غلايه ب 50 ريال الله شو اسمه ذيك شو اسمه اللي تحمص القهوه، طاحونه. طاحونه قهوه. ايه يشتري غلايه لها درجه ومدري ايش كذا شيء محنك، ميزان. ترى شوف كل اللي شيء طبيعي. إيه. يشتري طاحونه. لا لاني انا إيه. بالغلايه حق مويه كذا يفرق الموضوع. ايه صح ايه لا يفرق الموضوع. فاشوفك يعني لا برضه يعني اقصد انه لا شوف الاشياء هذه معها كم الصبه كم ثانيه المدري ايش كم ثانيه. أيوة، شد كذا. حيل شوي. ايوه هذه الفكره. والدليل على ذلك انا ما برد عليك، برد على الحب ده. تفضل. اول شيء انت حاسدني، هذا اوكي. ثاني شيء يا اخي ليش تصوير؟ انا انسان راعي مزاج، احترم اللي راعي مزاج. رايق بس ترى المزاج اولا عندي أنا. ايوه يا اخي بس اشوفك تصور ثم تكب القهوه. يكذب. لا بس السؤال ليش ما كل ما سوى قهوه صور؟ ايوه ليش؟ ايوه ترى اللي يحب القهوه ممكن يسويها بدون ما يصور، ايه بس ما يعطيها اليوم قهوه يا رايق يا خوي. طيب لو اقول لكم اليوم ان احنا نلعب فورت، طقيت لي فنجان كذا وجيت ولا صورت؟ طب شيك على السناب صورها اكيد. نريم جروب. والله قرب انا قلت بسوي قهوه صح. الله يا صالح. لكن ان شاء الله بكره نجرب قهوتك. ها لا بس هي حي الله. لا قد جربتها صدق، يعني ايحاء الاصابع واضح بشكل. قد جاء حاتم كذا غرفتي سويت له ضبطت له فنجان، بس حاتم تتذكر يوم قلت تشرب قهوه واجد انت؟ تتذكر؟ ليش تسألني؟ يا هي يعني جاي غرفته ابغى اشرب قهوه، سألني بتشرب واجد؟ يعني عشان اوزن الكميه ليه يا هو؟ تاخذ جغمه اكمل. يا ولدي يوم سألني قلت لا تفككت، عرفت اللي يلا عطني الموجود بس. يا حاتم شوف ما يشرب، ما يحب القهوه ولا يشرب قهوه، لا اشرب. وصمل وجاني قال سوي لي قهوه على جوه. فايش انا ابغى اشرب شويه قهوه، هو بيشرب شوي، فعشان كذا نزل السؤال ذا، عرفت؟ ايه ويوم سويت له قهوه كذا قاعد نص ساعه الكوب في يده. اشرب طيب اشرب. لكن في سؤال، يعني هل القهوه تفرق في موضوع المويه؟ تفرق. طيب الثلج يفرق والله، اسالني عن اي شيء بجاوب. الاصبع الابهام يفرق. عقبال ما افتح كفي وتجربون كلكم القهوه بالايحاءات هذه باذن الله. والله اثق. بسوي بن واجي اسوي كذا فوقه. لا تكفى يا اخي يجي شوي من ايحاء اصابع، صدق الناس يبغون يجربون. لا والله ما حد يبغى بدل يجرب، ما امسك قهواتهم. والله ما حد يبغى يجرب والله. هذا اخر سؤال في موضوع القهوه خلاص. اي لا طولنا صح. ايوه. وش الفرق بين ايس دريب قهوه اليوم؟ حلو سؤال جميل تشكر عليه. الايس دريب يا طويل العمر تاخذ 20 جرام تطحنه تسوي قهوه الان. قهوه اليوم يحط لك كيلو كامل بن، يحطه في شيء يقطره، يقطر لك كيلو كامل، بينما انت اذا جيت تقطر 20 جرام وتوها مطحونه هذا يطول، يعني يقطر 1000 كيلو 1 كيلو 1 كيلو، عرفت؟ ايوه
فهذا الفرق بينهم. حتى لا يحطون 4-5 كيلو، عرفت؟ ايوه عشان يوم كامل. وايه وتكي تنزل تحت، يلا تكي يوم كامل، الاملاح تنزل تحت، عرفت؟ ما يرضي المزاج. طبعا شوف احنا الثلاثي سامحين البعض في الغيبه، نعم الحمد لله. يعني مسامحين بعض. فجدولي انا مشعل حاتم، جدولهم هم اثنين علي، جدولنا انا وحاتم مشعل. والله حرفيا صح يعني صح. سلك في بعض، سلك، عرفتوا؟ بس مسامحين بعض عادي مسامحين بعض صحيح. عادي. تعجبوني في الضمير باء. ايه يعني الحين احنا باء نمشي. بنمشي الحين يا عيال. عندنا في لهجتنا هاي بالقرن فيه باء، هذه تختصر سوالف. يعني وين حمود؟ والله باياكل، صح باياكل، صح. عرفت؟ مو قاعد ياكل، لا اختصار. باياكل، عرفت؟ والله طيب لو حذفت الياء، لو حذفت الباء ياكل، حمود اختصرت ياكل. اكثر. حمود ياكل ضمير مستمر ذا. اي شيء بياكل يعني باقي بياكل. باياكل، يعني الان قاعد باياكل، حتى ياكل والله تمشي. تمشي بس اني سلكت. سلكت لك شيء. طيب صالح سؤال، تذكر صورنا مقطع هنا وش كان المقطع؟ كان على الماتشا، ذاكره. الله ما شاء الله عليك. يسعدك. انه من السنه انك في هذه الليله تتزوجت ان شاء الله تمشي مع زوجتك. صدق والله؟ والله ذي حتى لو مو بسنه، ما شاء الله تبارك الله، نبي هذه. ها؟ حاتم وش تشجع؟ اشجع. ايه ما عندي صدق. لا دقيقة، مسموح التصريح في القناة وكذا. ايه اتحادي، الله يكون في عونه، عميد الأندية. الله يكون في عونه. هذا قال لي شيء، ايش؟ انك مره انت شقيت بسولف الاتحاد وحشرت. صحيح شوي اللي اعطاه الوليد مكالمه، ما ادري كيف تواصل معك الوليد. صحيح. الوليد الوليد مؤسس حشرت. مؤسس الهبة في التشجيع. سلك سلك. ما فعلا. سلكني، ما كلمته اصلا. الا كلمته مكالمة. ايه لا مو مكالمة. الا انت كنت كذا مرسول بيننا، ترسل لي وش يقول وارسل. اسامه ذاك. ايه الزبدة انه بدري عليه الوليد، وبيننا مناظرة كروية. بالله عليك. والله ترى يعرف الكوره هو مره فتاك، قديم ذا. وانت ناديك يعني تقدر تقول. بدري عليك. الهلال والحزم توقعاتكم؟ اذا انت في المباراه دي النصر القادسيه توقعاتكم؟ اذا انت هز. صدق والله اليوم خلاص. ايوه فاز القادسي اسالك بالله والله. عن النصر على النصر. معظم منا الصداره. ايه من اول اصلا اي تصدق. نظام الصداره، بس الحين فارق. ايوه فرق الحين. الحمد لله، ترى الهلالي انا يا الرفض. وريهم لعبه من الكره صالح. انا شو هذا؟ وش ذي هذا؟ سلام على اللعب. يا رايق. نو زين. ياهو حواري البرازيل. ها ياهو. يا اخي بدون ريوس بس. يا شباب ابغى اسالكم عن النوع هذا من المحتوى البسيط جدا. انا محتواي كله بسيط، بس هذا نوع ابسط ببساطه. ابسط من البسيط، كذا سوالف تكيه. ايش رايكم فيه؟ والله يا يا اخي انا ما ابغى رسالتي للذا، ابغى رسالتي للشماغ حاليا شوي. هذه هم ها؟ يعني نعدله شوي. صالح سؤال، أسلم. وش اغرب شيء ممكن تسويه الان قدام الكاميرا؟ الان قدام الكاميرا. اني اهرول بسرعه. زي يقولون خالعين وكذا. عموما الى هنا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا بالمشاهده. زي ما علمتكم هناك، اعطوني رايكم بالمحتوى البسيط هذا. سناب ابو يحيى، قناه ابو يحيى في الديسكربشن. يعزك. قناه الكيك ترى راجعين وبقوه باذن الله للبثوث، خاصه مع الدراسه. لايك وسبسكرايب وشير. وابو يحيى ترى قناته، تضغطون على قناته تطلع قناته. اشتركوا عنده يا الربع، نبغاه يوصل 20,000 مشترك في اقرب وقت. الله يسعدك. سلم لي.